ليش بعدك بالجيش؟ أول شيء هي بتكون قناعة بالبني آدم والإنسان، إن احنا بنعرف عن شو عم ندافع. هاي قضية نحن بهالبلد، ما هي قضية لا طائفة ولا شخص، قضية بلد. بظن إنه الشعب السوري كله إذا ما كان إيد واحدة وقلب واحد مستحيل ننتصر عليهم. وإذا أنا بدي خاف، أنا مسلم أمري إلى الله بالأخير، وأهلي تاركهم لله. هلا حتى أنا تحت الضرب وهن تحت الضرب، وطلع شي بإيدي، وين رحت لهنيك؟ يعني شو استفدت؟ خسرت بلدي وخسرت أهم شيء ثقة العالم فيني. كانوا مأمنين فيني هالحارات هون، الشعب هون مأمن وهو قاعد كرمال وجودنا هون هن ضيعين. كنا كمان موجودين هون ما في. بس هون طبيعة وعند أهلك أكيد طبيعة، في مناطق قصف يعني ما بتخليك من جوا تحس إنه ما بدك كل هالخبرية. شو اللي بخليك ثابت على هالمدفعية؟ ثبتني هون إنه نحن بنعرف شو هن شغلهم المسلحين، هن على غلط. نحن ما كان عندنا هالشيء ببلدنا هذا، دخلوه من برا وما يدعموه من برا. كل واحد عنده عقله وبيفكر ولازم يعرف شو بدايتهم وشو نهايتهم. نهايتهم قربت بإذن الله. ومعنا الآن أحد القادة الميدانيين تحية السعدي أبو علي. هذا أبو علي، حدثنا شو الأخبار عن تحية السعدي. الحمد لله رب العالمين، وتم بعون الله وفضله القضاء على كافة كابلات الكهرباء في حي السعدي. نعم، يعني تم إزالته بالكامل؟ إزالة كاملة ولا عودة بعد اليوم. الله أكبر، الله أكبر. ونتحداهم يعني يرجعوا يحطوا لنا كابلات. يعني بالمرة مستحيل يحطوا؟ معك خلاص هطلع سوا شوف وين كابلات. الله أكبر. مو ما بدهم النظام يسقط، بدهم الجيش النظامي. هدفهم هلا يتوجهوا عن هذا العيش العشوائية فيها إقبال. طب شو السبب؟ شو بدهم بالإقبال يعني؟ عم بيجيبوا سلاح يعني؟ عم بيجيبوا سلاح؟ والله كل شيء اغتنموه بحجة الغنائم ليجيبوا سلاح وطلب شيء حديث، ولكن نحن بشع ايوه يعني الميدان خلصة يعني الشام. شوف انا الاسامي غير كاملة، يجي بتفكروا بيجي الجيش الحر عرفوا اول شغله انتم بحياتكم ما تشوفوا الضوء. الكهرباء يوم كاملة. وبيوتكم يعني فهموها.